معانا الاستاذ محمد الخولي والاعلامي الاستاذ محمد الخولي، طبعا عضو المجلس الاستشاري والخبير الاعلامي الدولي. استاذ محمد الخولي، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. استاذ محمد، طرحين الافتراضات الثلاثه لانه في مجموعه تقدمت ب يعني تصور بيان، اصدروا بيان النهارده مجموعه من السياسيين والفنانين والناشطين السياسيين بانهم يعني يتم فتح باب الترشيح لرئاسه الجمهوريه يوم 11 فبراير. اي والاختيار الآخر وهو طبعا يعني كما هو منسق ليه أنه المجلس العسكري يستكمل فترة إدارة البلاد حتى شهر 6 القادم. والاقتراح الثالث اللي كان يعني برضو مطروح بشكل أو بآخر بعد نهاية انتخابات مجلس الشعب، يتولى رئيس مجلس الشعب بشكل مؤقت إدارة شؤون البلاد لحين إجراء الانتخابات. خليني أضع قدامك الثلاثة مبدئيا وأشوف تصورك، ومن خلال تصور حضرتك تكلمنا عنه. اولا طبعا انا هتكلم بصفتي مواطن ومن يعني من الجماعه الوطنيه، خلينا نقول المثقفه او الاعلاميه، وليس طبعا باسم المجلس الاستشاري، لان المجلس الاستشاري انا عضو فيه، ولكن احنا في المجلس آلية العمل بتبقى آلية توافقيه ولا ننفرد اي واحد فينا برأي خاص. فالثلاث افتراضات طبعا هنتفق برضه انها افتراضات حسنه النيه وتتوخى المصلحه الوطنيه العليا، لكن خلينا بمنطق الاستبعاد باي اليمينيشن زي ما بنقول. المنطق الاول حكايه انه بعد الانتخاب مجلس الشعب. يا سيدي، موضوع مجلس الشعب بيكون في اطار ظروف طبيعيه. يعني طبيعيه يعني ايه؟ الدستور عندما يخلو منصب رئيس الدوله، رئيس الدوله بيخلو بالدرجه الاولى بيكون من خلال مثلا في الدوله او مرض رئيس الدولة وعدم تمكنه من ممارسة سلطاته، فبيخلو المنصب، فبنعمله عملية انتقالية يعني ايه، مفروض تكون سلسة وهادئة، وعملية فيها قدر من الايه اللي بيسموها الايه المرحلية. يعني واحد بيدير الامر وليس في اطار ما نحن نعيشه من ظروف طارئة ومن ثورة ومن افتراق الجماعة الوطنية في مجالات مختلفة وآراء مختلفة. الحاجة الثانية، إذا كنا نحن معانا المجلس العسكري الذي يمثل مؤسسة الرئاسة في المرحلة الانتقالية، وهذا المجلس بكل قدراته في أخطاء بتتم وفي ثغرات بنعاني منها بكل الإمكانيات بتاعته، فما بالك بواحد نائب انتخبناه رئيسا لمجلس الشعب وهيجي وهو ما عندوش فكرة سابقة عن إدارة بلد بحجم 85 مليون وبيعاني حرائق مشتعلة. انت كده بتحمل المدني الذي سيأتي في مجلس الشعب ما لا يمكن أن يطيق وما لم السوابق الدستورية تشهد به. باقي الافتراضان الآخران، الافتراض الاول اللي هو 11/2 11/2 و30/6 اعتقد يعني ايه شهرين في حياة امة عمرها 7000 سنة، يعني 3 دقايق. فانا بعتقد انه طرح 11/2 معناها انك انت بتعمل حالة طوارئ في حالة طوارئ. يعني احنا عايشين الان المرحلة الانتقالية حالة طوارئ، فانت بتزودها كمان بطوارئ الطوارئ، وهذا امر يربك المسيرة الوطنية. انا رأيي، وده رأي شخصي خاص، انه نتحمل جميعا عبء المرحلة الانتقالية التي ستنتهي حسب خارطة الطريق المعتمدة الان، والتي تكفل سلامة وسلاسة تحول السلطة من المجلس العسكري كمؤسسة رئاسية الى رئيس الدولة، الذي ينبغي ان نأخذ وقتنا مليا سواء في المجلس الاستشاري او في لجنة وضع الدستور لكي نحدد اختصاصاته بطريقة تتلائم مع ضرورات المرحلة القادمة. اعطونا وقتا، مش انا بس يعني، اعطونا وقتا نحن الجماعة الوطنية حتى نرسم ماليا وبهدوء وبموضوعية ابعاد مؤسسة الرئاسة. وزي ما بقول دايما قد نأخذ من اكثر من نظام، سواء النظام الفرنسي او النظام الامريكي، الجمهورية البرلمانية او الجمهورية الرئاسية. المهم اعطونا وقتا لكي نفكر فيه، ثم نعهد الى الخبراء الذين يكتبون الدستور بترجمة ما نصل اليه
من افكار. على ذكر النقطه دي استاذ محمد الخولي، مساله الاختيار شكل النظام، شكل الاطار الخارجي للنظام، هل نظام رئاسي، هل برلماني، هل برلماسي زي ما بيقال، يعني مختلط على الطريقه الفرنسيه، ده هيبقى ده دور مين؟ يعني هل ده دور المجلس الاستشاري بالتنسيق مع المجلس العسكري ثم يحدد ده قبل طرح المسألة من خلال مجلس الشعب ومن خلال اللجنة اللي هتضع الدستور، ولا يعني ده هيتحدد في أي مرحلة؟ لا، كل القوى اللي حضرتك أو المؤسسات اللي حضرتك قلتها هي التي ستشارك في ذلك. المجلس الاستشاري دوره دور الفكر، واخد بالك، أو ده الفكر السياسي والفكر القانوني، والوصول إلى بلورة ما نريده في مؤسسة الرئاسة زي ما انت قلت، البرلماني والسياسي، زي ما انا قلت هناخد من النظام الامريكي، النظام الفرنسي، من تجارب نظم اخرى الى اخره، ثم نطرح ذلك على المجلس العسكري، والمجلس العسكري بيحيل نتائج هذه الدراسة الى اللجنة التي سيعهد لها بوضع الدستور. يعني عشان يبقى سؤالي واضح اكتر استاذ محمد، يعني هل هيروح المشروع عشان لمجلس الشعب محدد النظام هيبقى رئاسي ولا برلماني، ولا هيبقى غير محدد، وكمان اللجنة اللي هتضع الدستور هتشارك في تحديد شكل النظام هيبقى ايه؟ ده سؤالي. هيروح لهم نظام محدد وهم يشاركوا في وضع دستوره، ولا هيروح لهم بشكل مفتوح وهم يحددوه كمان؟ هيروح لهم مفروض بشكل مفتوح، يعني ده رأيي، بمعنى انها توصيات، لكنها ايه؟ توصيات مش عاوز اقول ملزمه، مفيش توصيه ملزمه، توصيات قويه، بمعنى بتحدد اطار، وبعد كده يعني يكون في اجتهادات من الفقه الدستوري الذي سيقوم به مين؟ اللجنه التي تضع الدستور. ولذلك بقول لك دايما هي صيغه توافقيه على طول الخط. ولكن طبعا لجنه وضع الدستور هتبقى سعيده جدا ومحظوظه ان سبق انه في قوة فكرت ماليا واشتغلت لصالحها حتى تستنير لجنة وضع الدستور بموجهات، او احنا سميناها ايه؟ سميناها اجراءات، زي مبادئ توجيهية، جايد لاينز، اشتغل عليها لجنة وضع الدستور، لكن في النهاية لها الكلمة الأخيرة، ثم الاستفتاء الذي له الكلمة الحاسمة في إقرار الدستور. على لسان الأستاذ منصور حسن على عهدة جريدة اليوم السابع، هو بيقول أنه سنبحث في اجتماع المجلس الاستشاري مساء اليوم تقصير المدة أو المرحلة الانتقالية في إطار الإعلان الدستوري. ويعني هو بيقول أنه النهاردة في الاجتماع اللي هيتم مساء اليوم هيتم البحث عن وسيلة قانونية تمكن من تقصير المدة الانتقالية، وقال برضو مع مراعاة أن المدة الانتقالية لا تزيد على 4 أشهر الآن. ما هو ده اللي انا بقوله. طبعا انا ما سمعتش التصريح بتاعه، انا شفته في الجورنال طبعا. وان شاء الله النهارده هنلتقي على الساعه 7، وده هيطرح كله للنقاش. وحضرتك عارف ان المجلس الاستشاري يعني في مجموعه من العقول الوطنيه والخبرات، فاعتقد انه هذا الموضوع مطروح للنقاش، وقد نصل فيه الى صيغه ربما تضاهي صيغه الاستاذ منصور او صيغه في افكار مبدئيه يا استاذ محمد يعني هتطرح، ولا لسه الكلام ده هنشوفه على الترابيزه؟ دايما انا واخد بالي، احنا بنحط دايما اطار وجدول اعمال، وبعد كده نبتدي بقى ايه النقاش يتم، بحيث في الاخر بنصل الى هذا التوافق اللي هو بيرتبط بحاجتين: اصول العمل، وفي نفس الوقت نبض الشارع. واخد بالك، وحضرتك عارف نبض الشارع خاضع لتطورات لازم تكون من امبارح ومن اول امبارح، وبالتالي بيبقى الجدول الاعمال دائما فيه تزاجة الارتباط بالشارع، وبس مش الانصياع للشارع. واخد بالك، لانه طبعا لازم يبقى فيه تفكير اكثر رزانه واكثر عمقا للوصول للمصلحه الوطنيه العليا. معلومه، هل عاد مجموعه من المستقيلين من المجلس الاستشاري وعادوا الى العمل بشكل فعلي وفي المجلس، ولا لحد هذه اللحظه المساله دي مش محدده؟ لغايه اول امس اللي هو اخر اجتماع ما فيش حد كان في غيابات كتيره، لان في ناس عندها ارتباطات في الخارج ولم نكن نعلم إذا كانوا مستقلين أو لا. قبل كده عملنا اجتماعات وكان فيها بعض الزملاء المستقلين وموجودين وشاركوا، لكن شاركوا وهم مستقلين، لأنه هذا مجلس فكر يعني وليس مجلسا رسميا. ولكن إن شاء الله الدكتور حسن نفعة
مكلف من المجموعة بأنه يضع ضوابط ولائحة لعمل المجلس، وهذا يضبط المستقيل عن غير المستقيل. لكن حتى هذه اللحظة في خطوط رجعة، يعني المستقيل ما زالت الأمور مفتوحة، مش محددة أنه خرج. طبعا يعني مرحب بهم تماما، لأنه كلهم استقالوا لأسباب رأوها موضوعية. فإذا تغيرت الأسباب الموضوعية أهلا بهم طبعا، يعني دول زملاء يعني. وهو ما حدش تقدم باستقالة مكتوبة، كلها استقالات إعلامية يعني. مش بس كده، ومعظمهم لم يبلغنا بالاستقالة، هو خرج ممرورا أو خرجت ممرورا بشكل من الأشكال، فخذوا قرار في الإعلام. ولذلك نحن دائما يعني نصون يعني رأينا حتى لا نجرح أحدا، ويعني لأنه زي ما قلت لك هذه روح رفاقية للعمل الوطني التطوعي. اجتماع النهاردة قاصر على المجلس الاستشاري فقط، ولا موجود في أطراف من المجلس العسكري؟ إطلاقا المجلس الاستشاري فقط. إذا أردنا أن احنا ندعوهم بنبقى ندعوه ونبقى عارفين قبل كده. أستاذ محمد الخولي، عضو المجلس الاستشاري والخبير الإعلامي الدولي، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا في ميدان التحرير.